ردة الفعل غير متوقعة من المدرب السابق بدر الزكي ومن الإعلام المصري، صراحةً ما توقعوش أن المنتخب المغربي غادي يتقصى من نهائيات كأس إفريقيا على يد جنوب إفريقيا. نشاهدوا الفيديو. المنتخب المغربي فهو مستحق بحكم ما قدمه في رقعة الميدان، لأن المنتخب المغربي ما لعبش بالإمكانيات تاعو وما كانش عنده بلان تاني في غياب زياش وفي غياب بوفال. لما كنشوفوا نفس المنتخب بزياش وبوفال فكنشوفوا طريقه اخرى. كنعرفوا المنتخب المغربي اليوم في الغياب تاعو ما كانش واحد دوزيام بلون باش المنتخب المغربي يبان بديك الطريقه ديال اللعب تاعو اللي هو الاستحواذ على الكره، الضغط العالي، الاسترجاع على الكره بواحد السرعه، التمريرات في العمق. يعني الشوط الاول كله زياش بانت بلاصتو صراحة. وشنا مباراه لا ولا بوفال تقريبا محتشمه، مباراه ما عندهاش ملاك ديالها. نقدر نقول جوج ديال الفرص للمنتخب المغربي وجوج ديال الفرص للمنتخب الجنوب الافريقي. رغم ظهور المنتخب المغربي في اسوأ حالاته فكان بامكاننا انتصروا وكون حكيم يسجل ضربه جزاء. تمام. الزميل العزيز جلال. نعم. برضو من الأسئلة المهمة، هل ما حدث اليوم هو ضريبة الحصول على رابع العالم؟ وهل وصل اللعيبة إلى حد التعالي على الكرة والغرور؟ لا أظن ذلك، ونعطي الكلمة ليه يا جلال؟ ليه لا تظن ذلك؟ ليه؟ اتفضل. ليه لا تظن ذلك؟ الحاجات دي موجودة في كرة القدم. لا موجودة، يعني الحاجات دي موجودة في كرة القدم، يعني موجودة عندنا وموجودة عندنا. بماذا تعلل؟ لا يعني سيكون سهل أننا نتهم اللاعبين بعد الخسارة أنهم تعالوا. لا، ضاعت ضربة جزاء، ضاعت فرص عديدة، وربما حتى ما ينقصنا نحن أنه يعني التاريخ المنتخب المغربي في المسابقات القارية ليس لدينا يعني إنجازات كبيرة. يعني ماشي السبب هو التعالي، لكن ربما لا نحسن التعامل مع المسابقات القارية. وفيما يخص هذه الدورة هذه اللي تجرى في الكوت ديفوار، لا أظن أنه كان تعالي، كان طموح كبير، كانت ظروف صعبة، وكانت هناك أخطاء ارتكبت والتي أعطت هذه النتيجة. بدر الدين. مساء الخير زميلي مهيب، مساء الخير لكل الكباتن الموجودين معك. اهلا بك. كلمة قوي. لا، انا عارف انت قصدك ايش، ولكن في اعتقادي ان المنتخب المغربي لم يلعب على حقيقة امكانياته، لأنه في سياقات أخرى عزيزي، في سياقات أخرى بالنظر لما هو موجود على مستوى الرصيد البشري، بما هو موجود على مستوى الخبرة، كان من الممكن أن المنتخب المغربي يناقش هذه المباراة بطريقة مختلفة تماما على الطريقة التي ناقش بها مباراة جنوب إفريقيا. المبالغة في احترام المنافس، الدخول في منطقة الحذر الشديد لمدة طويلة وعدم المبادرة، ثم يضاف إلى هذا كله أننا دخلنا في نمطية التوظيفات التكتيكية على مستوى العناصر، بمعنى لما غاب عنا لاعبان مؤثران على مستوى الرواق الأيمن حكيم زياش، وعلى مستوى الرواق الأيسر سفيان بوفال، هذا كان يجدر بنا أن ننتقل إلى مستوى آخر من التوظيف وإلى مستوى آخر من الشاكلة لنعطيها التوازن. للأسف هذا لم يحصل، ولعلنا جميعا لاحظنا كيف أن الأمور تغيرت رأسا على عقب بدخول أيوب الكعبي مساندا ليوسف النصيري في منطقة البوكس، يعني في منطقة الجزاء، وانتقلنا من شاكلة 4-1 إلى 4-4-2، وهنا أصبحت هناك إمكانية للوصول إلى مرمى جنوب إفريقيا بسهولة. تصيدنا ضربة جزاء، أهدرت ضربة جزاء. أنا لا أقول على أننا سنعلق الإقصاء أو الإخفاق على ضربة جزاء مهدرة أبدا، ولكن لنكون أمناء. المنتخب المغربي ناقش بطريقة سيئة هذه المباراة ديال جنوب إفريقيا، ولعله أدرك أن كأس إفريقيا أصعب بكثير من منافسة كأس العالم. كابتن بدر يعني وجلال كتتم هو
كابتن بدر وكابتن هو جلال كتتم هو من في لحظات الاخفاق هو من السهل الحديث يعني واطلاق حتى احكام قيمه يعني بخصوص اداء المنتخبات. من السهل الحديث عن تعالي، من السهل الحديث ايضا عن غرور فيما يتعلق، ولكن انا اعتقد ان بالعكس على النقيض من ذلك المنتخب المغربي اعطى يعني قيمه اكبر لكاس افريقيا الامم. كان دائما الحديث على انها بطوله مختلفه عن كاس العالم، وان كاس العالم الاداء في كاس العالم لا يشبه الاداء في كاس افريقيا، بدليل ان المنتخب الوطني حينما يشارك في كاس العالم، وليست هذه اول مره التي يبدع فيها في كاس العالم، في كل الدورات التي يشارك فيها المغرب في كاس العالم يترك بصمه لانه يعرف التعامل مع كاس العالم. وعلى النقيض من ذلك مثلا ستجد ان المنتخب المصري صاحب 7 ألقاب قاريه لم يفوز باي مباراه يعني في منافسات كاس العالم، فبالتالي هناك خصوصيه للتعامل مع كاس افريقيا للامم وخصوصيه اخرى للتعامل مع كاس العالم. ربما لو تعالى المنتخب المغربي على هذه الكاس للعب يعني بطريقته المعهوده، وهذا ايضا ينقلنا الى اشكال انه كاس افريقيا يعني اجواءها ظروفها كبطوله يعني مجمعه تحتاج الى يعني تعامل خاص جدا على مستوى المباريات، لانه اليوم دائما اصبحنا نتحدث عن الحراره وعن الرطوبه يعني بشكل كبير اكثر مما نتحدث عن التعامل التكتيكي مع المباريات او عن ضروره التنويع يعني في الاداء بالنسبه للاعبين او عن اختيارات اللاعبين لتظل يعني انها بطوله صعبه جدا. انا بالنسبه لي كاس افريقيا اصعب من كاس العالم. يعني الانطباع اللي عندنا يعني مهيب هو ان لا نتكلم هنا في البلاطو، ما تكلمناش على يعني ان المنتخب المغربي ولا اللاعبين تعالوا على هذا المسابقه، بل بالعكس احترموا ويعني اعطوا وبالغوا في احترام واعطوا قيمه اكبر مما يستحقها المنتخب الجنوب افريقي المكون من 8 لاعبين من فريق سان داونز الذي يعني في السنوات الاخيره عانى معاناه كبيره مع الفرق المغربيه وعلى خصوصا فريق الوداد الرياضي. يا كابتن جلال وضيوفك، انا اللي خلاني اتكلم على موضوع التعالي اننا لم نعهد على المنتخب المغربي قبل انطلاق البطوله التصريح بتصريحات صعبة جدا والحديث بهذا الشكل سواء من نجوم، مش عايز اذكر اسماء تاني، لكن مش هو ده المنتخب المغربي. في كل بطولة عاهد نفسه او متعود ان هو يطلق مثل هذه التصريحات قبل البطولة والدخول في الفرق الاخرى والمنتخبات الاخرى، كل ده لم يحدث من قبل. ولكن حصول المغرب على رابع العالم جعله ان هو منتشي بشكل كبير جدا، استسهل البطولة بشكل كبير جدا. احنا كسبنا اسبانيا، كسبنا البرتغال، كسبنا بلجيكا، ليه ما ناخدش كاس افريقيا؟ مسألة عادية جدا. اخوان، كنتمنى يكون نال اعجابكم هذا الفيديو هذا وهذا التصريح اللي قدم بدر الزكي والاعلام المصري. الا كان عجبكم هذا المحتوى اللي كنقدمه في هذه الصفحه هذه، فما تنساوش تشاركوا معنا في الصفحه وتخلوا لنا شي كومونتير وتبارطاجيو هذا الفيديو هذا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.